مع عم عبدو صارت حلوتنا. رمضان هيحلى معاه، رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبدو عبد الله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة الإسلامية والعربية في أتم صحة وأحسن حال. طبعا يا جماعة عارفين حضراتكم الشهر الكريم ده بيعوز تسلية، يعني بيعوز ان حضرتك تفك عن نفسك شوية. فاحنا فيديوهات بتاعت النهار ديت يعني ممكن ننزل فيديوهات بالليل اكتر، بس احنا قررنا النهارده ان احنا نطلع نعمل لحضراتكم فيديو نهاري علشان حضراتكم تتسلوا بعد الفطار كده. كل سنه وحضراتكم طيبين. برضه احنا اصطاد من على الريمه، جاب الريمه من على الصحن، لان ده موسم يا جماعه، وموسم شغال وجميل، واللي بيقعد وبيبقى فاهم الشغل ماشي ازاي ربنا بيكرمه بخمس ست سمكات عاشوا ومحترمه. كل سنه وحضراتكم طيبين، وخليكم معانا هنصطاد ذكر البولت من على الصحن بالخضره. ادعوا لنا يا جماعه. يا كريم يا رب، يا مسهل يا رب. الاسئله يا جماعه اللي جات لي الفتره الاخيره ديت كانت بتتكلم على كيفيه ضبط الغماز. ازاي حضرتك ممكن تظبط الغماز اللي هتصطاد بيه بريمه؟ غماز الطعم ممكن حضرتك تجيب له رصاصه توازنه، مش شرط يبقى دقيق قوي، ولكن غماز الريمه بالذات لازم يبقى مظبوط بالملي. انا قلت الكلام ده لو حضراتكم فاكرين في اول فيديوهات الريمه، قلت يا جماعه لازم الغماز يبقى مظبوط مش باين منه للفراشه. طب انا عشان اعمل كده اعمل ازاي؟ احنا كنا زمان لما نيجي نطلع نصطاد هنصطاد الصبح مثلا ريمه، نروح جايبين ازازه زي دي او كوز ميه كبير نملاه ميه زي ما حضراتكم شايفين كده، ونيجي طبعا عشان اجهز عده الريمه بعدي اول حاجه الفراشه دي. ايوه نور لي كده يا رضا، الله ينور عليك. ايوه عدت اهي. نعدي الفراشه دي في الشعر، وبعد كده نعدي الخيط من جوه الماسوره كده كده. والله ربنا مسهل الحال اهو، ربنا ينور لك دنيتك يا رضا كده. طيب كل غمازه يا جماعه احنا واحنا بنشتري الغمازات من محلات ادوات الصيد بالخبره والممارسه بنعرف ايه الرصاصه اللي ممكن توازنه. طيب انا جبت رصاصه وجت تقيله شويه، بعد ما اعدي الرصاصه كده وعشان اوازن وعملت عقدتي عادي اهو تمام. لا تحط لي السناره. ماشي يا سوسو. تمام كده يا جماعه، عملت عقدتي وتمام. بروح زنق الفراشه تحت الرصاصه على طول، اروح زنق الايه بالفراشه كده. الازازه مليانه ميه عندها اهي. طيب بسقط كده في الازازه اوازن. الغماز ده مظبوط، بس كده عايز حته رصاصه صغيره. في الحاله دي يا اما انا اكبر الرصاصه تاني، اكبر حته من الرصاصه، اجيب رصاصه اكبر سنه بدل القرطاس اجيب واحده اكبر، يا اما اسلخ الغماز اخد منه شطفه كده صغيره بالكتر يغير الرصاصه، يا اما اجيب له حته رصاصه قشره اللي بتاعه الغله اللي حضراتكم فاكرين، واروح حاططها فوق دي علشان دي ما تجريش تروح وتيجي. ده ظبط الغماز. طيب لو الرصاصه تقيله بقى، لو الرصاصه ديت تقيله وحطيت الغماز كده راح الغماز ساقط تحت، بيبقى معاه كتر، وامسك الرصاصه كده بالراحه او قصافه واروح اكل من الايه؟ من الرصاصه اخفها واظبط، اخفها واظبط. انا عايز الناتج بتاع الغماز ده يا جماعه ما يكونش ظاهر منه الا الفراشه دي، علشان السمكه يا جماعه بتيجي اخده ايه؟ تطعيمه الريمه كده تروح شداها، لو استشعرت بالخطوره والغماز تقيل وحست انها بتشد حاجه تقيله بتسيبها، بتنقر وتسيبها. وطبعا حضرتك لو نازل على سمكه كبيره غير لما تبقى نازل على سمكه صغيره. نازل على سمكه كبيره بيستحب ان الايه مثلا السمكه عايزه تاخد، السمكه الكبيره ما بتنقرش زي السمكه الصغيره، بتروح نقره كده في الغماز وتروح واخده الغماز مثبتاه تحت. فعلشان كده انا عايز الغماز يا جماعه يبقى مظبوط، كل ميه لها غمازها، الميه الثقيله لها غماز كبير والميه الخفيفه لها غماز صغير. ده شغل تظبيط غماز الريمه. يلا بقى نكمل صيد، نهاركم زي العسل. تكون مركزه على البر، لانك هتشوف طباق وانت صحينا يعني وانت على البر، فركز كده حضرتك وانت ماشي. اهم حاجه تختار المكان اللي فيه الصح.
جميل يا جماعه، الدور اللي قدام ده جميل، وانتوا شفتوا واقفه اهي، يعني لو متحركه هتبقى متحركه بسيط. خليكم معانا وادعوا لنا يا جماعه ونهاركم زي العسل يا كريم يا رب. اهو يلا صل على النبي. تسلم. اديله على ودانه، اديله على خشمه. رمضان كريم عبودي. اهو يا مسهل يا رب. سمكتين يا جماعه، نهاركم زي العسل، كل سنه وانتم طيبين، رمضان برزقه. يلا نهاركم زي العسل، شلاطيم يا رضا. تمام يا رضا. صباح العسل، والله الصيام عامل شغل، اديله على ودنه. عايز نقول ايه بس؟ يلا كل سنه وحضراتكم طيبين. احلى تحيه يا عم جمال من العياط واهل العياط، واحلى تحيه للقاهره كلها. كل سنة وانتم طيبين. اديله على ودانه كرة. يا مسهل حالها، تفرج ان شاء الله. لازم نكملوا الفطار، بس ده مشفف، ده مشفف، التاني بيبلع. سنارة ال10 يا جماعة المستاد، السنارة ال10 المستاد، سنارة أجمل سنارة. يلا نهاركم زي العسل يا كريم. الله يسهل لك، صور الراجل ده رضا. الله أكبر. استنى ما تطلعهاش. روح يا رضا روح. اوعى تقع منك في المية بس. الله أكبر الله أكبر. الله يصلح لك الحال. شلاطيم يا رضا. شلاطيم يا حاج. الله يصلح لك الحال. عمل ايه شارب. واحنا يا جماعه هنختم الفيديو على كده، لان كده المغرب هيأذن اهو. اتفضل حاجه بسيطه، وفي اخر الفيديو بشكر حضراتكم على المتابعه. وصلنا الفيديو الجاي تحت لحضراتكم مع 1000 مليون سلامه. شلاطيم يا رضا شلاطيم. Up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be.